سؤال فكرته حلوة أوي، بيقول لك إذا علمت إن قراءة الفولتمتر المفتاح مفتوح 12 فولت، تمام، والمفتاح مغلق 10 فولت، وعايز قيمة التيار الكلي والمقاومة اللي هي R. تمام، نبدأ أول حاجة بالمفتاح مفتوح. تمام، المفتاح مفتوح يعني هتفتح الدايرة الخارجية، وأنت عارف إن أصلا في دي اللي هو الجهد الكلي للبطارية بيساوي الجهد الخارجي زائد الجهد الداخلي. طب لما تفتح الدايرة ما التيار الكلي هيساوي زيرو، يبقى إذا جهد البطارية هو عبارة عن الجهد الخارجي اللي هو كان ب 12 فولت. تمام، انت كده جبت جهد البطارية، وجهد البطارية ثابت لكل دايرة، يعني هتثبت الفي بي دايما كده. الحالة التانية والمفتاح مغلق بيقول لك 10 فولت، ما انت عارف برضه ان الفي بي بتساوي في زائد اي فور نفس القانون، وانت عارف ان انا قلت لك هتثبت الفي بي اللي هي كانت بكام؟ ب 12 فولت، هتساويها مع 10 انو بقى اللي هي قراءة الفولتميتر في الدايرة الخارجية اللي هي 10 فولت زائد الار التيار الكلي، والار سمول هتقولك بكام؟ الار سمول هو هتقولك هتكون ب 2 اوم، نسيت اكتبها بس، فالار سمول ب 2 اوم. فتجيب الاي داش من هنا تاخد 10 بعكس الاشارة وتقسم على الاتنين، فالاي داش هتطلع ب 1 امبير، فكده التيار اللي ماشي الكلي في الدايرة بكام؟ 1 امبير. تمام، فكده جبت ايه؟ أول حاجة، أنت عايز تاني حاجة عايز قيمة المقاومة، وعايز قيمة المقاومة ذات نفسها مش المقاومة الكلية. تمام، انت هتروح تجيب المقاومة الكلية وتعوض وتساوي طرفين وتجيب قيمة المقاومة بس. أقول لك ازاي؟ هات لي قيمة المقاومة المكافئة من هنا كده، ار وار توالي، ار وار توالي 2 ار و2 ار 1 ار 1 ار 1 ار نص ار، يعني الار توتال بتساوي نص ار. وبرده من القانون ده اللي هو بتاع الفي بي، الفي بي بيساوي ايه؟ فاكر؟ بيساوي لما انا خدت الاي عامل مشترك يبقى اي مضروبة في ار كلية زائد ار سمول. لما انت عندك الفي بي ب 12 ثابته والار بواحد، والار كابيتال اللي انا عايزها اللي هي المقاومه الكليه للدايره الخارجيه اللي احنا بنقعد بيها هنا زائد ار سمول ب 2، فهتطلع الار على طول اللي هي المقاومه الكليه للدايره الخارجيه تقعد بعكس الاشاره وتقسم هتطلع ب 10 اوم، ده الار توتال. تمام. طب ما الار توتال بيساوي الار توتال طرف ايسر بيساوي طرف ايسر، يبقى طرف ايمن هيساوي طرف ايمن، يبقى نص ار بتساوي 10. هتضرب 2 في 10 يبقى الار هتطلع لك ب 20 اوم. فكرته حلوه السؤال ده.